أهلا بيكم في قناة بيت الحواديت. هنا هنعيش مع بعض أحلى الحواديت والقصص اللي هتخليكم في عالم تاني. لو بتحبوا الحواديت ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وشير عشان توصل لكم كل الحواديت الجديدة. يلا بينا نبدأ. يحكى أن زمان قوي في زمن بعيد، بعد ما آدم عليه السلام مات والبشرية بدأت تنتشر في الأرض، كان فيه ناس عايشة في خير ونعيم. الأرض بتديهم والمطر بينزل وكل حاجة ماشية تمام. لكن المشكلة الناس نسيت ربنا وبدأوا يعبدوا حاجات غريبة، بدأوا يعبدوا تماثيل. عارفين عملوا ايه كمان؟ جابوا ناس كانوا صالحين زمان وماتوا، فقالوا نحط تماثيلهم قدامنا عشان نفتكرهم ونبقى زيهم. بس بمرور الوقت الأجيال اللي بعدهم افتكروا التماثيل دي آلهة، وسبحان الله عبادة ربنا الواحد اتحولت لعبادة أصنام. وفي وسط الظلمة دي ربنا اختار نوح عليه السلام. نوح كان راجل صالح، قلبه نضيف وبيحب ربنا، وعايش وسط قومه بحكمة وهدوء. ربنا كلمه وقاله: يا نوح، أنا اخترتك تكون نبي وتدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومن هنا بدأت الرحلة. لو انت كنت عايش في وسط ناس كلها ماشية غلط هتعمل ايه؟ هتمشي وراهم عشان ما تبقاش لوحدك، ولا هتثبت وتقول أنا مع الحق حتى لو لوحدي؟ نوح بدأ يدعي قومه بالحكمة، بالكلمة الطيبة، باللين، بالسر والعلن. كان يقول لهم: يا قوم، اعبدوا ربنا، هو اللي خلقكم، هو اللي رزقكم، هو اللي هيرحمكم. سيبوا الأصنام دي ما بتسمعش ولا بتشوف. بس قومه كانوا بس قومه كانوا بيسمعوا بس قومه لا كانوا بيسمعوا ولا بيحسوا. بالعكس، كانوا بيتريقوا عليه، يقولوله: انت ايه، فاكر نفسك نبي؟ ده احنا لقيناك زينا، غلبان وماشي مع شوية ناس بسيطة. لو كنت نبي بجد كان الأغنياء هم أول ناس هيتبعوك. وتخيل بقى، ده الكلام إن الكلام ده فضل مستمر 950 سنة. ياه، 950 سنة يدعوهم وهم ولا على بالهم. ومش بس كده، ده كانوا كل ما يسمعوا نوح جاي يسدوا ودانهم ويغطوا نفسهم بثيابهم عشان ما يسمعوش. ربنا ذكر في القرآن وقال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. بس نوح ما يئسش، ما قالش كفاية كده، أنا تعبت. لأ، كان مؤمن إن ربنا شايف ومقدر. طيب أنت لو حاولت تساعد حد ورفضك مرة واتنين هتكمل ولا هتستسلم؟ نوح كمل 950 سنة. احنا ساعات بنستسلم بعد دقيقتين. عايزاكي تفكري شوية في اللي حصل معاه. بعد سنين وسنين من الصبر والدعوة والاحتساب، نوح عليه السلام وصل لمرحلة إنه خلاص محدش عايز يسمع ولا حتى عايزين يدوله فرصة يتكلم. رفع إيده ربنا ودعا وقال:
ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني يا رب ما تسيبش على الأرض ولا واحد منهم. الدعاء ده مش جاي من غضب شخصي، ده جاي من نبي تعب 950 سنة، شاف العند وشاف الظلم، شاف السخرية، شاف قلوب مقفولة كأنها حجر، وربنا سبحانه وتعالى قاله: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني يا نوح ابني السفينة وهم خلاص حكمهم نزل. نوح بدأ يبني السفينة في وسط الصحراء، قومه ضحكوا عليه، قالوا: ايه الهبل والجنان ده، سفينة في نص البر هتروح بيها فين؟ بس نوح كان واثق في أمر ربنا، واشتغل وانشغل ببناء السفينة الخشبية العملاقة قطعة ورا التانية. وجاءت لحظة الأمر، ربنا قال له: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. يعني خد كل نوع من الحيوانات ذكر وأنثى، وخد المؤمنين كمان معاك، وكانوا قليلين جدا. ركب نوح ومعاه اللي آمنوا والحيوانات وأولاده، بس كان عنده ابن رفض يركب وقال له: أنا هطلع جبل المية مش هتوصلني. فرد نوح عليه بكل وجع القلب: يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. لكن ابنه أصر، وفجأة المية نزلت من السما سيول وطلعت من الأرض كأنها بتفور. ربنا قال: ففار التنور، وابتدأ الطوفان وارتفعت السفينة، وكل الناس اللي مركبوش غرقوا، حتى ابن نوح عليه السلام غرق وسط الطوفان. ونادى نوح ربه بقلب مكسور: إن ابني من أهلي. لكن ربنا قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ودي لحظة صعبة، بس بتفكرنا إن الإيمان بالعمل والقلب. عايزين نتأمل شوية ونبص حوالينا ونفكر، إحنا فين من سفينة نوح؟ هل إحنا من اللي بيضحكوا على المؤمنين، ولا من اللي بيشتغلوا على السفينة وسط سخرية الناس؟ السفينة فضلت ماشية فوق المية، والأرض كلها بقت بحر واحد، مفيش جبال ولا سهول ولا بيوت، كل الدنيا اتغطت بالمية. نوح واللي معاه كانوا جوه السفينة بيدعوا ربنا ويسبحوا، وقلوبهم مليانة رجاء وخوف. شهور والسفينة طايرة فوق الموج العالي، زي ما القرآن قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وبعد فترة ربنا قال للأرض: ابلعي ماءك، وقال للسما: اقلعي. وفعلا الأرض بدأت تبلع المية، والسما بطلت تمطر، وبدأت المية تنزل تنزل لحد ما السفينة استقرت على جبل اسمه الجودي. ونزل سيدنا نوح وسجد لربنا شكر. هو نزل سيدنا نوح وسجد لربنا شكر، وابتدى من جديد. هو وولاده والناس اللي معاه هم اللي رجعوا الحياة للأرض، ومنهم جه نسل البشرية كله بعد كده. نوح
رمز للصبر والثبات والإيمان اللي ما بيتهزش. ربنا مدحه في القرآن وقال إنه كان عبدا شكورا. وبنقف هنا ونسأل نفسنا، إحنا عندنا صبر زي نوح؟ لو الدنيا كلها وقفت ضدك هتثبت زيه؟ لو ربنا أمرك بحاجة هتعمليها حتى لو الكل ضحك عليكي؟ قصة نوح مش حكاية قديمة بس، دي درس لينا النهاردة، إنك تختاري الحق حتى لو كنت لوحدك، وتمشي ورا طريق ربنا حتى لو الطريق صعب، وتصبر لحد ما النور يجي بعد الطوفان. ودي كانت قصة نوح النبي العظيم، نبي علمنا إن الصبر قوة، وإن الإيمان نجاة، وإن سفينة ربنا بتعدي حتى لو البحر عالي، بس المهم تركبها في الوقت الصح قبل فوات الأوان. استنونا في بيت الحواديت واشتركوا في القناة وسيبوا القصص تمشي معاكم، عشان القصص دي مش بس للتسلية، دي نجاة. Goodbye.